السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة لحمة وبسلة ورز، وان شاء الله ممكن لو قدرت اعمل شوية ملوخية. انا حطيت المية اهي تغلي على البوتاجاز، وهروح اطلع اللحمة بقى عشان لما المية تغلي نحط فيها نحط فيها اللحمة ان شاء الله. هحط توابلي وارجع لكم. بص حبايبي، حطيت شعرة شطة، اللحمة اهي يا حبايبي شطفتها بس من التلج، المية اهي غليت. هحطها بقى، هنسيبها بقى لما تستوي. بص حبايبي، البسلة اهي شايلاها في الفريزر مخزناها، وده الجزر، ودي بصلايه اهي. هحمرها بقى واقوم رامي عليها البسله والجزر واقلبهم كده مع بعض شويه، ياخدوا يدوا مع بعض في البصلايه مع الفلفل، وبعد كده اقوم كب عليها الصلصه. فاصل ونواصل. حبايبي انا عملت البسله اهي، واللحمه خلاص يعني دخلت على نص سوا. النص السوا التاني هياخده كده في الصلصه هنا اهي اهي. البسله خلاص كده داخله على سوا اهي. وهنا هنعمل شويه رز، واحده وواحده، يعني واحده حمراء وواحده بيضه. هحمر دول، وبقيه الرز التاني هحط عليه ابيض ان شاء الله يتحمروا هوريه لكم. حبايبي الرز اهو احمر، حطيت شويه تانيين اتحمصوا كده مع بعض شويه. حطيت شوربتهم، حطيت قلبين ماجي، وحطيت الميه اهي بتاعتهم، وهنغطي بقى سيبها بقى تستوي ان شاء الله. لما الرز يستوي هوريه لكم. دي البسله خلاص خلصت اهي، ان شاء الله لما اغرف الاكل هوريه لكم باذن الله. فاصل ونواصل. بس حبايبي البسله اهي، البسله اهي، وادي الرز اهو. بصوا جميل جدا اهو. لو عجبكم الاكل ده ما تنسونيش في اللايك والاشتراك. السلام عليكم حبايبي. انا بصور كده في الحلل لان انا بتكسف من العيال بيبقوا قاعدين على الاكل، بتكسف اقدم لكم الاكل وهم قاعدين. لو عجبكم الاكل ده ما تنسونيش في اللايك والاشتراك. السلام عليكم حبايبي.